انت عملت كليك على الفيديو ده عشان تعرف ازاي تتحكم بمشاعرك، وانا بسجل الفيديو ده عشان اقولك الحل هو الجورنالينج. هنا انا مش قصدي ان انت تكتب اللي حصل معاك في اليوم، هنا قصدي حاجة تانية، ان انت تحدد اهدافك، ترتب افكارك، والاهم انك تفهم مشاعرك. وهتكلم عن كل واحدة منهم بالتفصيل في الفيديو ده، بمعنى انك لو متعصب اكتب ايه اللي عصبك، اكتب ايه اللي ممكن تعمله بعد كده عشان تتجنب او تتعامل، او على الاقل ما تبينش انك عندك الشعور ده. وده اللي احنا عايزينه في الفيديو ده. واهم حاجة انك وانت بتكتب تفكر بعقلانية، ما تفكرش وانت متعصب. وكمان خليك صريح مع نفسك. لو انت كتبت وانت متعصب وما فكرتش بعقلانية، فكرت بعصبيتك وخلاص، هتغلط بقى اللي حواليك، هتقعد تلف ومش هتبقى صريح مع نفسك. فلو زعلان، متعصب، مضغوط، بتفكر في المستقبل، اعرف ان ده مجرد شعور، وانت 100% مش دايما هتبقى كده، مش دايما هتفكر في المستقبل بالطريقة السلبية دي. والأهم من كده ما تخلوش يأثر على قراراتك. هقولك على حاجة، انت أكيد فاكر موقف ليك أو لحظة ليك وانت زعلان، متضايق، متعصب، بص اللي هو على آخرك وبتفكر في المستقبل وخايف منه. بس هل انت فاكر اللحظة اللي انت مبسوط فيها، ومبسوط فيها بعبط كمان؟ انا فاكرها وكتبتها عشان اثبت لنفسي ان ده مجرد شعور وبيروح وبيجي. فلو انت فرحان بعبط، الشعور ده هيمشي. لو انت برضو متوتر وعمال بعبط برضو تفكر في المستقبل، ده مجرد شعور وهيمشي. فانا لما لقيت نفسي فرحان بهطل كده، كتبت ان انا حاسس الشعور ده دلوقتي، وكتبت هو انا حاسه ليه. كنت ساعتها انا ساعدت ابويا في حاجة على الكمبيوتر كده، فايه حسيت بفخر كده، وحسيت ان انا عامل حاجة جامدة يعني. وهو فرح مني، فاللي هو كان شعور الفرح في السما بقى. ومرة كمان خدمة عملاء اتصلت بيا أو حاجة كده، يعني اللي هو ما مدى رضاك عن الخدمة؟ تمام. فايه بيقولوا لي الأستاذ فاروق معانا، أيوه أيوه أنا فاروق أنا. كنت فرحان فشخ. فبقول لك ده مجرد شعور عادي يعني، عشان بعد كده لما تزعل تبقى فاهم مصدر الشعور ده، لأنك كتبت لما جالك قبل كده. وتعمل الحاجة اللي خلت الشعور ده يمشي زي المرة اللي فاتت، حتى لو الحاجة دي إن أنت تفضل مستني. تستناه يا عم، ما تعملش حاجة، تستناه يروح على مهله مع ألف سلامة. وبعد كده يا سلام بقى لو تكتب الحاجات اللي مفرحاك من نفسك، أحلى مكافأة. مش بقى ما تقوليش أنا هكافئ نفسي بحاجة كلها حاجة مش عارفة ايه. هي أحلى مكافأة، اكتب الحاجة اللي مفرحاك من نفسك وتكون شايفها كده قدامك. أحلى شعور والله. مش هقولك بعد ما تعمل كده الشعور السلبي هيمشي، لأ، هيجي، بس برضه هتتعامل معاه أحسن، وعلى الأقل مش هيبان قوي قدام الناس. وده اللي انت محتاجه كراجل. هقولك مثال. من كام يوم العربية بتاعتنا اتخبطت، أبويا كان فرحان بيها، الغلط 100% على الراجل التاني. أكيد كلنا زعلنا، بس لما قعدت أفكر فيها بعقلانية وجنرال، احنا ما عملناش حاجة غلط. الغلط كله على الراجل التاني. والحمد لله اللي يجي على الفلوس مش مهم. الحمد لله كلنا بصحة. وده في الأول وفي الآخر قضاء ربنا، أنت أكيد مش هتعترض عليه، ولا هتعترض عليه، ولا هتعترض عليه؟ قولي. فالحمد لله وجت بسيطة ساعتها. مش هقولك إن أنا ما زعلتش، لأ، ده أنا دمي كان بيغلي يا أخي. بس اللي هو خلاص، أنت تعمل إيه يعني؟ كنت زعلان قوي ومتعصب لدرجة إني كنت عايز أعيط. بس دي الفكرة بقى، أنا مش هعيط، مش هبين المشاعر دي، خصوصا قدام حد، خصوصا قدام أبويا. يعني الراجل مش هيبقى عربيته اتخبطت وابنه خوى. فكرة العصبية كمان، وإنك في لحظة عصبية كده تتعصب على حد بتحبه، تتعصب على أهلك مثلا. وعارف انت بعدين يجيلك شعور اللي هو، أنا كان بيجيلي شعور دلوقتي حاليا الحمد لله ما بقاش يجيلي، بس اللي هو أنا صعبان عليا مش عارف فلان، صعبان عليا أمي أبويا، أنا وأنا متعصب ومش مدرك اتعصبت عليهم، ودلوقتي أنا ندمان وصعبانين عليا. وكمان كان بيجيلي شعور أغرب اللي هو أنا صعبان عليا نفسي. ما بقاش يجيلي الشعور ده بعد ما بدأت أجنن، لأن أنا كتبت أنا اتعصبت ليه آخر مرة، فقللت من نسبة إن ده يحصل تاني. فلما يعملوا حاجة اتعصب،
اهدى، اول حاجة اهدى على نفسي، لان انا اتعصبت اخر مرة وشفت النتيجة كانت ايه. ممكن تبص يا اخي على الحاجة اللي انت كاتبها، او ترجع لها بقى في دماغك، تفكر ايه الحاجة انسب حاجة انت ممكن تعملها. مثلا انك تقول لهم حاضر، تمشي الدنيا. لو انت قاعد بتتعولق فعلا، قوم اعمل الحاجة اللي بيقولوا لك عليها دي. بس ده مجرد مثال طبعا، وكل واحد عنده ايه اسبابه وحلوله، وكل واحد هيظبط الدنيا مع نفسه. انا بقول لك مثال بس. الطريقة اللي انت بتكلم نفسك بيها مهمة قوي. في موقف حصل لي من كام يوم، كان في قطة قدام بيتنا، تمام. القطة دي قعدت 7 أيام كده ولا حاجة تعبانة، وبعدها ماتت. احنا كنا بنأكلها. كمان هي بدأت تفوق وحالتها بدأت تتحسن، كانت حتى بتنزل. يعني هي كانت قاعدة على الكنبة طول اليوم، بس لاحظت إن هي بدأت تنزل وتلعب في العشب تحت، لأن هي كانت متوسخة وعليها شوك وعشب وكده. بس جه يوم مطرة، ثانية عشان الوالدة بتتصل. كذا يوم ورا بعض كده مطر مطر، والدنيا مش راضية تهدى. فمش عارف الصراحة، هل هي كان مشكلة قبل ما الجو يبقى مطرة وكده، ولا هي ماتت عشان الجو كان مطرة وما استحملتش الجو، يعني كان جو وحش أوي. فحاجة أول مرة أعملها. أنا أصلا لما كنت بشوف حيوان ميت ما كنتش بلمسه أصلا. بس أنا يعني قعدت أكلم نفسي، أقول يعني طالما أنا ما دخلتهاش بيتي عشان أهلي ما كانوش موافقين، وحقهم يعني حقهم. وبرضه الحيوان مسؤولية، طالما يعني هو قدام بيتك ونوعا ما عليك مسؤولية. بس يعني إن شاء الله اللي شال الذنب اللي كان رميها من الشارع من الأول. أصل هي قطة بيت أصلا، وكانت مع أمها وحد رماهم في الشارع. فحسبي الله ونعم الوكيل فيه. مش قد المسؤولية ما تجيبش قطة وترميها. بس أنا مش مسؤول، أنا مجرد شفتها في الشارع. كان نفسي والله أخدها في بيتي، كان نفسي أوديها العيادة. بس برضو مش، ده مش قراري. يعني البيت مش بيتي، البيت بيت أهلي. وهم ما كانوش عايزين يدخلوها، بيقولوا لي مش نظيفة. فأنا تعمدت وأنا رايح أدفنها أصور، وعمال أقول كلام لنفسي. عارف انت كلام بقى بيور بين على النعمة. عمال أقول بقى معلش يا حبيبتي، دي كانت صغيرة، أنا آسف. ما كانوش عايزين يدخلوها عشان وسخة، ده أنا اللي وسخ والله. فكلام طبعا يزعل، لا كلام يزعل بجد. ده أنا كنت ساعتها بقى بفكر بمشاعري بقى، أنا زعلان وعمال أدي لنفسي في الكلام ده. يعني بدل ما أقول إحنا اهتمينا بيها فترة، كنا بنقدم لها أكل، حتى عملنا لها بيت عبارة عن تيشيرت كبير حوالين كرتونة، تمام، وتيشيرت جوه كرتونة تاني، وهي كانت بتنام فيه. وغالبا هي خلاص بقى كانت عيانة وقضاء ربنا، والحمد لله. هقول ايه بقى، الله يرحمها. بس انا ما كنتش بقول الكلام ده لنفسي. وانا بصور الفيديو ده لقيت ان انا عمال اهزق وافشخ في نفسي واندم بقى. اتمنى ما اكونش نكدت عليكم بالقصة دي، عشان الفيديو ده اصلا انا مش عايز يكون فيه مشاعر، عايزه يكون كله ايه، كلام بالعقل. فبعد ما فهمت ازاي تفهم افكارك، ازاي تفهم مشاعرك، ازاي تتعامل معاها، هقولك ازاي تعمل كده مع اللي قدامك بقى. لانه في الاخر، في الاول وفي الاخر، هو انسان زيه زيك. انك تفهم مشاعر اللي قدامك حاجة اسمها emotional intelligence، تمام. فلما تلاقي اتنين بيتخانقوا، تقدر بكل بساطة تفرق بينهم، تفهمهم إيه اللي معصبهم. ممكن العصبية تكون نعمتهم، تكون انت بتفكر بعقلك والحاجة دي حصلت معاك قبل كده، فتكون انت فاهم. ممكن مثلا يا عم واحد قال كلمة التاني ما فهمهاش، فتعصبوا على بعض كده، فانت تفهمهم يا عم صلي على النبي، بس ده كان قصده كذا. سواء اللي بيتخانقوا دول صحابك، اهلك، انت ومراتك، عيالك، يا عم انا ببص لبعيد قوي يعني. هتقدر تفرق الخناقة بكل بساطة. متخيل هتبان كبير قد ايه؟ واتكلم مع اهلك، خليك صريح معاهم زي ما انا قلت في اول الفيديو، وما ترسمش شخصية غير شخصيتك. وبص ابوس ايدك يا اخي،
اقعد مع اهلك، اتمشى معاهم، اتكلم معاهم، قضي وقت مع اهلك وناقشوا بعض. هقول لك قصة بسيطة جميلة. لما العربية اتخبطت، تمام، انا خدت الوالدة ونزلنا نتمشى، وكانت نيتي وانا نازل ان انا افك عنها شوية ونفك مع بعض احنا الاتنين يعني. فنزلت عايز افرحها، بنتناقش في حوار العربية ده، مش متوقع او مستني منها حاجة مثلا، لا انا نازل انا اللي عايز افك عنها، بس هي اللي فكت عني، هي اللي قالت لي شوف احنا كنا فين وبقينا فين. فلما تيجي حاجة على كده، الحمد لله انها جت على قد الفلوس، واللي يجي على قد الفلوس بسيط ان شاء الله. واحنا الحمد لله آه، كويسين مع بعض. وحكيت لي بقى من اول، واخد بالك، الماضي بتاعنا، الحاجات الوحشة اللي قابلتنا عشان اقول الحمد لله. وفعلا بعد ما طلعت من المشي معاها حسيت بشعور جميل، كل الطاقة السلبية دي مشيت. وكمان افتكر دايما ان اهلك عندهم مشاعر هم كمان، فلما ابوك مثلا يتعصب عليك عشان هو متعصب، تمام، عشان عليه ضغط، عشان هو انسان مش عشان هو كخة. وحاجة كمان عايز اقول لكم عليها، هديكم مثال عشان توضح. موقف حصل معايا، كنت انا قاعد بتكلم مع اختي، فالمهم الموضوع جه على مشاعر شوية، فهي عيطت. اكيد بيجيلكوا الشعور ده لما حد يعيط قدامكم، اللي هو احا اسكته ازاي ده يا سوادي. بس اللي هو فضلت اكلمها عادي، اللي هو مش عايز احسسها ان ده اكتمي بتعيطي ليه، واخد بالك؟ لا، في النهاية ايه يعني عياط؟ ايه يعني عيطت؟ دي مشاعر وكلها بتطلع. فسيب اللي قدامك يعيط، ما تكتمهوش، اقعد ناقشه. ممكن تحول الموضوع بطريقة احترافية، بس اللي هو ما تحسسوش ان انت عيل وانا بسكتك، واخد بالك؟ ودي بتيجي مرة والتانية وكده. فسيب اللي قدامك يعيط، ما تكتمهوش. ده طبعا للبنات، لو راجل قول له انشف يا خول. وبص، عايز اللي قدامك يحبك، لو انت بتحبه ومهتم له طبعا، ما تحكمش عليه، اسمع له، استمع له، وبين له ان انت مهتم. طبعا كل حاجة بتيجي مع الشغل والصبر عليها. في ناس بتحس بشعور اللي هو الحسد، ليه ده عنده ومش عندي؟ وطالما انت بدأت تفكر كده، ممكن تحس ان انت ما عندكش اي حاجة. وانا شخصيا مش بيجيلي الشعور ده، بس اعرف ناس عادي بيجيلها. مش عشان انا جامد فشخ، بس مش بيجيلي الشعور ده. بس حل الشيء ده حاجة اسمها الجراتيتيود جيرنالينج، ان شاء الله اكون بقولها صح. ان انت تكتب الحاجات اللي انت بتحمد ربنا عليها، الحاجات اللي انت ممتن ليها. يعني مثلا يا عم الحمد لله ان انا عندي عينين. ومثلا مرة وانا في الطريق للمدرسة شفت ورد برتقاني وورد بنفسجي عجبني، الحمد لله، نعمة، نعمة عندي وانا مش مدركة. الحمد لله يا عم ان انا عندي امي وابويا وبأحسن حال، الحمد لله، نعمة برضو. الحمد لله ان انا مستقر، الحمد لله ان اهلي جنبي، في ناس مفشوخين في سكن جامعي وطبعا انت ربطيت ابوهم. كلها نعم انت مش حاسس بيها، لو انت عمال تشوف النعم اللي عند الشخص ده وتقول لي انا ما عنديش. شوف الحاجات اللي عندك، اكتبها على ورقة، احمد ربنا عليها. عملت كده، اثبت ان انت فعلا ممتن للحاجة دي. عينك ما تشوفش حاجة وحشة بيها، ما تشوفش حاجة وحشة بيها يا فاروق، ها بكلمك يا فاروق، ما تشوفش. ابوك وريله الشيء ده، وريله ان انت يا عم بتحمد ربنا على نعمته، وريها له بطريقتك. ممكن تقول له، ممكن تعمل له مفاجأة. تالت جزء مش هطول فيه قوي، وده الجزء المفضل بالنسبة لي، ان انت تحدد هدف وتعمله ايا كان انت حاسس بايه. انا ما كنتش حاسس ان انا عايز اصور الفيديو ده، وقعدت اصور عادي. حاجة كمان، لما بتعمل الحاجات اللي عليك بالرغم من انك مش عايز تعملها، لو اليوم النهاردة كان وحش ومع ذلك انت عملت الحاجات اللي عليك، بكرة هيبقى حلو ان شاء الله. خدها مني كده. اخر حاجة عايز اتكلم فيها، ودي ممكن ما يكونش ليها علاقة بالفيديو ده قوي، هي ان انت ما تحرمش الناس من كلامك يا اخي. دي حاجة عندي من زمان. انا مش هقول عندي مشكلة، بس ممكن عندي مشكلة انا اللي عاملها، وعندي من زمان، تمام. هي ان انا مش اجتماعيا مش كويس أوي. جزء كبير من الشيء ده ان انا لما اشوف حد عامل فيديو جميل، فيديو فادني، مش بحب
مش ببقى عايز، بتكسف، سميها زي ما تسميها، مش عايز اكتب له كومنت. وحتى لو كتبت كومنت هكون اللي هو هبص فيه كذا مرة وابعت ولا لا، واخد بالك؟ اكيد في ناس من اللي بيشوفوا الفيديو ده عندهم نفس المشكلة. في شخص الفيديو بتاعه مفيد ما شاء الله، انا مش بعرس والله، هو يبان ان انا بعرس عشان اقول لك يعني يعمل لي كومنت، بس لا، انا مش، انا بس بحكي لك موقفي يعني، والقصة دي عشان شايف ان هي قصة جميلة مش اكتر. شخص عجبني الفيديو بتاعه، فادني الفيديو، عجبني الطاقة بتاعته بتاعت الشخص اللي في الفيديو ده، فقلت له ان انا حابب الطاقة اللي في الفيديو ده، فقام رد على الكومنت قال لي شكرا يا اخويا. اللي هو مش هيتف عليك عادي، ده ممكن يكون هو كمان مستني الكلمة دي منك. اللي المفروض يتكسف يكتب كومنت فعلا هو اللي بيشخ علينا، اللي بيدعي المثالية علينا في الكومنتات، يخش يشتم، ده اللي المفروض يتكسف مش انت. مش عارف ارتب الجملة يا جدعان. لو هما مش هيرحموا الناس من بضانهم، ما تحرمش الناس من كلامك الجميل. لو عجبك الفيديو اعمل اللي انت عايزه.